خير في دقيقة واحدة بس. أستاذ رشدي بيقول كنت عايز أسأل هل تركيب الدعامات بيؤثر على عضلة القلب؟ ولو بيؤثر نصايح حضرتك إيه؟ واللي مركب دعامات حياته تمشي إزاي؟ أكل وشرب وحركة ومشي وطلوع سلالم ونوم وسهر. سؤال كويس جدا. ينفع ناخد ده كله في دقيقة؟ طبعا تمام. اقل من دقيقه. الدعامه المفروض تحسن القلب. يعني احنا ركبناها عشان تحسن سريان الدم وتحسن اداء القلب وتقلل الوجع وتحسن العضله وتحسن الحياه وكده. بالنسبه لنشاطك ومجهودك طبقا انت مركب الدعامه لحاله جلطه في الشرايين التاجيه ولا حاله ذبحه عاديه. لو ذبحه عاديه بتمارس نشاطك ثاني يوم الدعامات عادي جدا. والمفروض تمارس نشاطك بالحاله القصوى اللي انت كنت عليها قبل المرض. لانك انت بتبقى الشريان مقفول فتحته، الا اذا كان في شريان جنبه ما فتحناهوش، شريان صغير مش عارفين نفتحه. طب وحياته تمشي ازاي يا دكتور؟ حياته بالنسبه لو في جلطه في القلب ركبنا لها دعامه بنستعيد الحياه تاني واحده واحده على مدار شهرين. ده طبقا هل الجلطه اثرت على العضله ولا ما اثرتش. لو الجلطه اتلحقت في اول 6 ساعات او 24 ساعه وما اثرتش على العضله بيرجع تاني سليم معافى تماما ويرجع عمله وشغله، لو كان وزير يشتغل، لو كان اي حاجه بيعمل كل رياضته وكل حاجته. بنشكرك جدا يا دكتور، نورتنا.